السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. انا كنت بستخدم تشات جي بي تي كتير قوي في شغلي، لكن دلوقتي لما بحب اتعلم حاجه جديده ما بعتمدش على تشات جي بي تي. في اداه جديده بدات استخدمها وهي مجانيه 100%. كل اللي انت محتاجه حساب على جوجل، واعتقد كلنا عندنا حسابات على جوجل. وبصراحة الاداة دي من اقوى الادوات اللي موجودة على الانترنت دلوقتي. الاداة دي اسمها نوت بوك LM. طيب الاداة دي بتعمل ايه؟ انا هديك مثال سريع حصل معايا وهنطبقه عمليا على اللابتوب. الاسبوع اللي فات مثلا كنت عايز اعرف اكتر عن الاستثمار، وخاصة استثمار في الذهب. سألت تشات جي بي تي، فتحت مواقع كتير، قعدت ادور في ملفات كتير، وبعد ما دورت كتير نزلت 4 ملفات PDF. الاربع ملفات دول كانوا عبارة عن اكتر من 100 صفحة. كل اللي انا عملته رفعت الملفات دي على نوت بوك LM، والاداة دي حولتهم لي لبودكاست، كأني بسمع الاتنين بيشرحوا لي الموضوع بكل سلاسة. وعاوز اقول لك انا اكتشفت اني مش انا لوحدي كمان اللي بستخدمها، ده في مواقع كبيرة زي سبوتيفاي ابتدوا يستخدموا الأداة دي في إعداد تجربة اسمها سبوتيفاي راب اللي مليانة ذكاء اصطناعي. وعشان كده في الفيديو ده أنا هقولك إيه هي النوت بوك LM، ليه الأداة دي أنا شايفها إنها رهيبة، وإزاي نستخدمها. يلا بينا. زي ما قلت الأداة اسمها نوت بوك LM، هسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. كل اللي انت محتاجه بتعمل create new notebook. هنا بتفتح لك الويندو الصغير ده، وممكن تعمل upload sources. ممكن لو انت عندك PDF او docs من على الكمبيوتر ممكن ترفعهم على الأداة، وممكن لو عندك حاجات برضو متشيرة على جوجل درايف ترفعهم من جوجل درايف، او لو انت ممكن تعمل copy paste لتكست او مقالة كبيرة وتنسخها هنا وترفعها على الأداة. لكن كل اللي احنا هنعمله احنا هنستخدم الويب سايت واليوتيوب. تعالوا يا شباب اوريكم الماجيك. لو احنا قلنا مثلا احنا بندور على الاستثمار في الذهب، اوكي، الاستثمار في الذهب، وجينا فتحنا مثلا الويكيبيديا، نضغط على الويكيبيديا استثمار في الذهب، كيف تبدأ استثمارك في الذهب، كيفية الاستثمار في الذهب دليل المبتدئين. بقى عندي لينك 2 3. ويلا نروح على اليوتيوب وندور على فيديوهات تخص الاستثمار في الذهب. يلا بينا نشوف. هنا في فيديو عامل 87 ألف مشاهدة. خلينا نفتح الفيديو ده في صفحة جديدة، وتعالوا برضو نشوف الفيديو ده 3 دقايق، ده دقيقة، تعالوا ده 18 دقيقة. نفتح الفيديو ده. اوكي، كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي هنروح على التول تاني ونبتدي نحط كل الملفات او كل المواقع اللي احنا فتحناها دلوقتي، الويب سايتس. هنحط الموقع الاول insert اضاف، هنحط الموقع التاني insert. يعني يا شباب بدل ما انا اقعد اقرأ كل المواقع دي، لا، احنا هنسمع دلوقتي السحر كله. تعالوا نحط ده كمان، ويب سايت، وعندك لحد 50 لينك زي ما هتشوفوا هنا في اد 50. احنا حطينا 3 لحد دلوقتي، ونحط ادي 1 2 3، ونحط اليوتيوب كمان. نفتح اليوتيوب ونفتح هنا اليوتيوب ونحط اللينك، ونحط كمان يوتيوب، ونحط اد يوتيوب، نحط اللينك وانسرت. وبعد كده هنا بنضغط على generate من هنا، وبياخد وقت شوية من 4 ل5 دقايق. انا هوقف الفيديو وارجع لكم تاني لما يكون generated already. ودلوقتي نقول البودكاست جاهز وجنريت. معانا بودكاست حوالي 10 دقايق يا شباب. كل اللي انت محتاجه ان انت تضغط على الزرار ده وهتسمع كل حاجة مكتوبة في المقالات دي وملخصة بطريقة ذكية. وبرضو في جميل ان انت ممكن تسأل سؤال هنا في قلب المقال، يعني ال AI يدور في كل المقالات دي والفيديوهات، وبعد كده يجاوبك على السؤال بتاعك، ما هي مثلا عيارات الذهب، ويجيب لك كمان هي مكتوبة في انهي مقال او في الفيديو بتاع اليوتيوب. طيب خلينا كده نسمع نشوف ايه اللي موجود في استثمار الذهب. يلا بينا.
الذهب يعني دايما ليه بريقه الخاص، رمز للثروة والجمال. ودلوقتي مع الأسعار اللي يعني بتوصل لمستويات قياسية والظروف العالمية، ناس كتير قوي بتفكر فيه كاستثمار مهم. النهاردة بقى هنغوص كده في المصادر اللي معانا عشان نفهم أكتر عن استثمار الذهب ده، تاريخه إيه وإيه اللي بيحرك سعره، وطبعا أهم حاجة أنسب الطرق للاستثمار فيه بالذات هنا في مصر. تمام، وهو فعلا موضوع مهم. هنشوف ازاي هو تاريخيا بيعتبروه ملاذ آمن، بس هل ده صحيح دايما؟ وهنركز يعني ازاي ممكن نستفيد منه كجزء من محفظتنا الاستثمارية. هنحاول نطلع بالخلاصة المفيدة من كل المصادر دي. تعالوا نجري شوية. قيمة الذهب غالبا، مش دايما بس غالبا، بتحافظ على نفسها وممكن تزيد كمان. ده يفسر ليه فعلا وقت اي قلق بنلاقيه زحمة عند بتوع الذهب. طيب، وفي نقطة دايما بتتكرر، العلاقة العكسية مع الدولار، ممكن نوضحها اكتر؟ دي علاقة مشهورة جدا بصراحة، لان تسعير الذهب في السوق العالمي بيكون بالدولار، فالطبيعي لما سعر الدولار نفسه بيزيد قصاد العملات التانية، الذهب بيبقى كأنه أغلى على اللي نمسكه في إيدينا. أول حاجة وأشهرها للاستثمار هي السبائك، دي بتكون عادة. ودي كانت حاجة سريعة يا شباب، ان احنا بس استكشاف للتول الرهيبة دي اللي انا بقيت استخدمها فعلا مؤخرا. انا بحط كل المقالات او كل الحاجات اللي انا عاوزها عن توبيك او عن حاجة معينة في التول دي، وكل اللي انا بعمله بحولها بودكاست، وبعد كده بعمله داونلود او ممكن من على نفس الاكاونت، لانك انت لو رجعت هو كده كده متسيف عندك ليك ان انت تحفظ اكتر من بودكاست. وكمان ان انت ممكن تاخد نوت لنفسك هنا، ممكن تكتب نوت، وممكن برضو تشوف التايم لاين لو في مثلا تواريخ في المقال مكتوبة او مشار لتواريخ معينة، برضو ممكن تبص عليهم. يعني تول رهيبة يا شباب بجد. انا بنصحكم ان انتوا فعلا تبتدوا تتعلموا كل ما هو انت عاوز تتعلمه بغض النظر عن مهنتك او تخصصك. يعني عاوز تتعلم حاجة ليها علاقة بالرياضة، عاوز تتعلم حاجة ليها علاقة بالعلوم، بالاستثمار، لو انت طالب، لو انت مدرس، لو انت يوتيوبر، ممكن تستخدم التول دي. الجميل كمان واللي لسه في البيتا، وده مطبق بس مع اللغة الانجليزية، ان انت تقدر تو انتراكت مع البودكاست. خلينا اوريكم ازاي، لان دي حاجة فعلا برضو جميلة. انت ممكن تتكلم مع الاتنين اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي وتسألهم اسئلة لايف. خلينا نعمل حاجة بالانجليش ونشوف الميزة الرهيبة دي. خلينا دلوقتي نبص على حاجة تخص الذكاء الاصطناعي، What is the artificial intelligence مثلا، ونروح على المقالات اللي هتطلع لنا. ناخد اكتر من مقال ونروح على اليوتيوب زي ما عملنا في اللغة العربية، نسأل what is the artificial intelligence. وهنا ده الجوجل AI course for beginners. عاوزين حاجة بتشرح AI والماشين learning. خلينا نفتح ده. Everybody's talking about. اوكي، ونفتح مثلا ده الفيديو ده على سبيل المثال، وتعالوا ناخد كل ده على التول. بس قبل ده انا عاوز اقول لكم يا شباب برضو هنا في السيتنجز انت بتحدد اللغة. انا طبعا كنت عاملها اللغة العربية. خلينا نروح ندور على الانجليش، سيف، وبعد كده نعمل نيو وناخد كل المقالات دي، ويب سايت، لينك، ده الاول، وبعد كده لينك نحط تاني التاني، التالت، وناخد اخر واحد هنا، وناخد اخر واحد هنا، كنترول سي، ونضيفه هنا في التول insert. بعد كده نخش على اليوتيوب، ناخد اللينكين دول add، لازم يكون يوتيوب،
وبعد كده طبعا ممكن نسأله مثلا what are نضغط الأول generate what are the risks or potential risks of the AI. على سبيل المثال لما نشوف هل هم بيتكلموا عن مخاطر ال AI المحتملة. وفعلا في شوية مخاطر اهي. وممكن برضو نجرب نسأل البودكاسترز عن الريسكس دي لما generated. وعقبال ما يجهز البودكاست هوقف الفيديو وارجع لكم تاني. يلا اوكي، ورجعنا في السريع ومعانا حوالي 17 دقيقة من بودكاست. وزي ما قلت لكم يا شباب الميزة اللي هي interactive mode، وهنا في البيتا لسه تحت التجربة وإن شاء الله تطبق على اللغات التانية. تعالوا نشوف ده. تعالوا الأول نسمع. Welcome to the deep dive. Today we're really getting into something huge, something that's, well, changing everything. Artificial intelligence, you've definitely heard the terms, right? AI, machine learning, deep learning, and all the recent buzz around generative AI. You might be sitting there wondering, okay, how do these things actually connect? What does it all really mean for me? Exactly. And that's what we're aiming for today, to kind of untangle that web. These concepts are all linked but distinct. We've gone through, quite a few expert sources. يلا بينا دلوقتي نجرب الانتراكتيف مود. لا نضغط عليه. Welcome to the deep dive. Today we're really getting into something huge, something that's, well, changing everything. Artificial intelligence. You've definitely heard the terms, right? AI, machine learning, deep learning, and all the recent buzz يلا around دلوقتي نجرب generative الميزة. AI. You might be... Oh, hey, welcome. What's up? Hello, I have a question. Would you please list the potential risks of AI? Hello there. Great question. The potential risks of AI are definitely something we need to consider. Absolutely. It's not all rosy. One of the big concerns is data risks. Right, the sources mention that AI relies on data, and that data can be tampered with or be biased. Exactly. And if the data has biases, the AI can perpetuate and even amplify those biases, leading to unfair outcomes. That's a really important ethical risk. The sources also touched on job displacement. Yes, automation of repetitive tasks, while beneficial in some ways, could lead to job losses in certain sectors, like call centers, for example. And then there are model risks, like the AI models being targeted for... أنا كنت لسه فعلا هسأل عن الجوب لوس بس هما بيتكلموا عنه. أوكي خلينا نقول لهم مثلا lack of transparency. theft or manipulation. And operation. Hey, yeah, what's up? I would like to ask another question about the lack of transparency. Would you please give more information about this point, as this has been highlighted as a potential risk? Hello again. That's a really important point to dig deeper into. You're right, the lack of transparency is a significant potential risk. Absolutely. When we talk about a lack of transparency in AI, we're often referring to something called the black box problem, especially with more... عاوزين ايه تاني؟ وتاني بنقول يا شباب الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، الذكاء الاصطناعي جاي يخليك نسخة أحسن من نفسك. ما تكسلش، دور على كل الأدوات اللي تقدر تستخدمها، هتوفر مجهود ووقت وهيديك جودة كمان أكتر في شغلك. وقبل ما أختم الفيديو لازم تتفرج عن الفيديو اللي اتكلمت فيه عن 5 أدوات لازم تكون عارفهم قبل ما يجي الوقت وتشتغل عند الناس اللي عندهم نوليدج عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد شغلنا، ولكن الناس اللي هتتعلم الذكاء الاصطناعي هي اللي هتاخد شغلنا. يلا أشوفكم على خير. باي باي.